صباح الخير. دي الحلقة الأولى من مجموعة لقاءات عن المفكر المصري الكبير صاحب المشروع العلمي العظيم الدكتور جمال حمدان، واللي هنهتم بقراءة ليس فقط دوره العلمي وإنما السياق الزمني الذي نشأت فيه أهم الأطروحات التي قدمها، ليس فقط عن جغرافية مصر في كتابه الكبير المهم المؤلف من 4 أجزاء كبرى عن شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان، بل أيضا سنتناول أهم المؤلفات الأخرى التي شملت عديد من الموضوعات في الجغرافيا السياسية والمحيط الإقليمي والعربي. بقصد بالحلقات ديت ان احنا نتكلم على ما يمكن ان نسميه بانوراما الزمان والمكان حوالين جمال حمدان، يعني ليس فقط التركيز على الشخصية وسيرتها الذاتية زي ما كتير بيحاولوا يعملوا كده مع الرواد والعلماء، ده موضوع ممكن يجي في سياق الحديث، لكن الحقيقة أنا عايز أتكلم على كل من الأفكار اللي ظهرت عند جمال حمدان باعتبارها نتاج أو رد فعل طبيعي على الظروف التاريخية والسياسية والجغرافية بالطبع اللي عاش فيها في أهم 3 عقود قدم فيهم عصارة فكره، وال3 عقود دولت هم أهم 3 عقود في تاريخ مصر في القرن العشرين، الخمسينات والستينات والسبعينات. بيتوقف مشروع جمال حمدان عند مطلع الثمانينات، وبالتالي لدينا سجل وتوثيق عن ما كان يشغل نموذج من المفكرين المصريين في منتصف القرن العشرين، مع التركيز على الملامح الكبرى اللي مرت بها مصر والمنطقة العربية. في حلقة النهاردة هنتكلم فقط على موضوعين: الموضوع الأول من أين استقى جمال حمدان مصادره، والموضوع الثاني العناصر الرئيسية التاريخية والسياسية التي أحاطت بالمشروع الفكري عند جمال حمدان. فيما يتعلق بالمصادر، احنا عندنا مجموعة من المعلومات اللي رواها عدد من زملائه المعاصرين واللي ليهم رأي حيادي أو قريب من التعاطف والإعجاب بجمال حمدان. أنا عندي طبعا عشرات الآراء، مش عايز أقول مئات المعلومات من الجيل اللي كان مرافق ليه، لأن أنا اتعينت في الجامعة قبل وفاة الدكتور جمال حمدان بعامين فقط، وفي الفترة ديت كان زملاء جمال حمدان على اختلاف اتجاهاتهم، المحب الناقد المتعاطف الفخور المتحفظ. أنا جمعت معلومات كتير ممكن تكون مش هقولها طبعا إلا إذا كان معلومات متأكد أو موثوق فيها أو مطمئن إنها لن تثير أي بلبلة عند المتلقي، لكن عايز أقول إنه المعلومات اللي ممكن أستعين بيها هاخدها فقط من الناس اللي كان عندهم رأي علمي حيادي إنساني، وهترك كتير جدا من الآراء التانية اللي ممكن تكون ليست محل تقدير أو محل اعتبار، حتى لو في منها حقائق. يعني الحاجات اللي هي متفق عليها بين الزملاء وممكن تكون محل جدل أنا لن أتناولها في الحلقات بتاعتي، لأن أنا يهمني المنتج العلمي مش السياق الشخصي أو الظروف الاجتماعية بين الزملاء. وفي المجال ده الصحافة نشرت موضوعات كتير جدا في مطلع التسعينات 80% منها مفبرك حوالين علاقات جمال حمدان والاضطهاد الذي تعرض له في جامعة القاهرة، وكل دي موضوعات يعني زائفة لا علاقة لها بالحقيقة. دكتور جمال حمدان اختار بنفسه العزلة دون اضطهاد ودون معاداة ولا اي شيء من الكلام ده. اللي مر بيه عدد كبير جدا من الزملاء في جيله وما بعده، ولسه هيمر بيه اجيال تانية ومر بيه قبله. فهو كما سيتضح من الحلقات التالية هو صاحب مشروع وعنده القرار بالعزلة والصومعة والاعتكاف، لأنه بدون ذلك مش ممكن يحقق المشروع دوت. كنت عايز أقول إن أنا هتكلم في الحلقات ديت على الأفكار والمعلومات والكتب وطريقة تأليفها والظروف اللي نشأت فيها في إطار أو سياق زمني أكثر منه للحديث عن الشخص. طبعا في كل حلقة ممكن تيجي كده إشارة صغيرة حوالين جزء من الشخصية، لأن أنا ما أقدرش أفصل شخصيتي عن اهتمامي بالجغرافيا، ما أقدرش أفصل ظروفي الاجتماعية أو النفسية عن طريقة معالجتي للأمور. دي كلها ضمن التحيزات والمشاكل، وقت أو لحظات أو ساعات ممكن أيام الغضب اللي موجودة عند الإنسان، غضب ناتج عن حبه لبلده أو حبه للمجتمع اللي عايش فيه، وممكن تطلع في شكل سطور أو مقالات وتطبع بعد كده، ويبقى من الصعوبة استعادتها مرة أخرى من المطابع. عندنا وقفات زي كده فيها لمحات غضب وفيها اعتراض وفيها حب للبلد وفيها كمان خوف على مصيرها، وفيها أحكام مطلقة قاسية
على الماضي كما لو انه كان عايش وشايف آلاف السنين. كل الحاجات دي ممكن في الحلقات هنتوقف عند بعض المفاهيم اللي الجانب الشخصي والنفسي والاجتماعي والظروف الحياتية اللي عاشها المفكر الكبير جمال حمدان أثرت على المنتج العلمي. لكن لو هتكلم عن الأمور الشخصية أو الصفات الشخصية والمحيط العمل في الجامعة والمحيط السياسي والاقتصادي وغيره، ممكن تبقى عشان أستخدم ده في دراسة أو تحليل بعض الأفكار. وبالتالي في حلقة النهاردة هنتكلم على الموضوعين الصغيرين دولت: من أين استقى جمال حمدان مصادره المعلوماتية، يعني تكوينه الفكري بمعنى أشمل، والجزء الثاني عن العناصر الرئيسية اللي عاش فيها جمال حمدان كعناوين سياسية أثرت على إنتاجه الفكري. إذا بدأنا نتكلم على المصادر الفكرية والمعلوماتية، لازم نقول إنه جمال حمدان وفقا للمعلومات التي استقيتها من الزملاء والمقربين كان بينتمي لأسرة يعني مرموقة في الأدب والفن والعلم والمناصب السياسية. يعني الأسرة فيها كل الأطياف من النجاح والتحقق. لكن اللي أنا متأكد منه نقلا عن الأستاذ الجليل الراحل محمد صبحي عبد الحكيم، إنه والد جمال حمدان كان مؤثر كبير جدا فيه من ناحية التكوين اللغوي. والد جمال حمدان كان معلم لغة عربية في التعليم الأساسي. طبعا نتخيل في الأربعينات والخمسينات معلم في التعليم الأساسي لغة عربية، ده معناه تعليمه هو نفسه كان تعليم قوي، وبالتالي ألقى ذلك بفضله على جمال حمدان، اللي ممكن نحس بدوت في الطريقة الأدبية اللي كان بيعالج بيها بعض الموضوعات الجغرافية الجافة. لكن ما نقدرش نقول ان كل اب عالم في اللغة العربية هيخلي ابنه أديب. قراءات جمال حمدان في التعليم الأساسي كانت مهمة، وطبعا الفضل للتعليم الأساسي قبل الجامعي في سنوات الأربعينات والخمسينات اللي كانت وما قبلها طبعا، اللي خلت عدد كبير من رموز الفكر في مصر كانوا تعلموا تعليم جيد، سواء بسبب المعلمين الوطنيين المصريين أو بفضل الأجانب اللي كانوا موجودين في هذه المدارس والجامعات، اللي أسهموا في تكوينهم العلمي وإمدادهم بعدد من اللغات اللي النهاردة ممكن جدا يكون صعب ان حد يتعلمها، لكن ساعتها كانت امر ميسر جدا. تعلم الانجليزيه والفرنسيه واحيانا الالمانيه كان ده امر ميسر جدا. وحتى بعض المقررات في عهد جمال حمدان وهو طالب كانت بتدرس، طالب في الجامعه، كانت بتدرس باللغات الاجنبيه، مش بس في قسم الجغرافيا، كمان في اقسام عديده في الجامعه المصريه. إذا ما قبل الجامعة: الأب المعلم اللغة العربية، التعليم الأساسي الجيد، دخلنا جامعة القاهرة. وهنا نتوقف عند نقطة مهمة جدا، وهي اختيار جمال حمدان وجيله لدراسة الجغرافيا. يعني النهاردة احنا لو جينا نعمل إحصائية وعندنا مثلا 100 طالب في قسم جغرافيا في أي جامعة مصرية وسألناهم، الأرقام طبعا بتتفاوت ما بين 100 طالب و500 طالب من كل جامعة والتانية، لكن ايا كان الرقم وسالنا الطلاب دولت هل دخلت قسم جغرافيا برغبتك، هيقول لك انا دخلت مش برغبتي، الا يعني ممكن 10% من الطلاب هيكونوا دخلوه برغبتهم. كتير دخل لانه المجموع وداه اداب وما لقاش غير جغرافيا، الكتير عنده معلومه خاصه بسوق العمل فعايز يتعلم جهاز مساحي يلاقي بيه فرصه ويكسب بيه فلوس من الشغل، لكن وده عمل مساحي مش جغرافي. لكن على اي حال بيعلموا الطلاب خطأ انه دي جغرافيا، لكن هي جزء من اهتمامات الجغرافيا، لكن ليست جغرافيا بالمعنى الحقيقي. وهنلاقي في الاخر بقى 10% من الطلاب دولت اختاروا الجغرافيا كتخصص علمي. الجيل اللي بينتمي اليه جمال حمدان: الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم، الدكتور صفي الدين ابو العز، الدكتور محمد رياض. لما بسالهم وسالتهم كان الاجابه انه الجغرافيا في ذلك الوقت كانت علم مرموق، وبالتالي تم اختيارها كتخصص رغبه في الدراسه وليس لظروف المجموع او غيره. وانا كنت عملت كتاب عن المشروع العلمي عند الدكتور محمد رياض، ولما قعدت اسجل وراه، والدكتور محمد رياض بالمناسبه اسمه هيتكرر معانا في الحلقه ديت وربما في حلقات اخرى، هو وعدد من رموز الجغرافيا في عصر جمال حمدان. محمد رياض تعلم في جامعة القاهرة مع الدكتور جمال حمدان، وكان سابقا عليه بعام واحد، أكبر منه بسنة واحدة، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة عين شمس. لكن في الفترة اللي دخل فيها جمال حمدان ومحمد رياض جامعة القاهرة، الدكتور محمد رياض كان بيقول لي في الكتاب اللي أنا ألفته عنه عن مشروع علمي إنه وهو في ثانوي دخل مسابقة لدخول الجامعة، يعني تسهيل دخول الجامعة في المصروفات وإعطاء فرص للدراسة بشكل مدعوم من الدولة، إنه كان
في اختبار للعلوم الأساسية، ومحمد رياض قدم أنه يختبر وهو في ثانوية عامة في هذه المسابقة في علم الجغرافيا، وفاز بالجائزة في الجغرافيا، ودخل قسم الجغرافيا بقرار من المرحلة الثانوية. واعتقد ده كان موجود في كل الدفعه او الجيل اللي كان بينتمي اليه جمال حمدان، اللي كان بالمناسبه عددهم لا يزيد عن 22 طالب، كل الدفعه 22 طالب. وعشان كده هنلاقي انه 10 اسماء من ال 20 دولت هم رموز كبيره في المجتمع المصري بعد ذلك، سواء في الجامعه او في العمل العام. اذا جمال حمدان دخل قسم الجغرافيا وهو اختار الجغرافيا. في السنوات الأربع اللي درس فيها جمال حمدان علم الجغرافيا كان في بطل مهم جدا وراء تكوينه الفكري، وهو المكتبة. وخليني مرة أخرى أستشهد بالدكتور محمد رياض في الحوارات اللي عملتها معاه بأنه كان في البطل الخفي وراء هذه المكتبة، أمين المكتبة. وأمين المكتبة النهاردة للأسف بيكون شخص غير معروف، لكن في تلك الفترة اللي درسوا فيها في جامعة القاهرة كان أمين المكتبة مفكر مصري صاعد، هو العالم الجليل محمود أمين العالم، اللي بسبب النشاط السياسي والأفكار اللي كان بيعتنقها فصل من عمله الجامعي و شغل وظيفة حتى يعني مرحلة انتقالية قبل أن ينطلق إلى مجالات أخرى في العمل، شغل وظيفة أمين مكتبة قسم الجغرافيا. إذا إحنا عندنا هنا مش مكتبة كلية الآداب ولا مكتبة الجامعة، لا، مكتبة قسم الجغرافيا، لأن قسم الجغرافيا كان في قصر من القصور الملكية ما زال موجود حاليا على كورنيش النيل بجوار كوبري الجامعة مباشرة، لكنه تحول إلى يعني استخدامات تعليمية أخرى. لكن في الوقت اللي درس فيه جمال حمدان والجيل اللي بينتمي إليه كان قسم الجغرافيا في مبنى أو في قصر مستقل لا علاقة له بالأقسام الأخرى ولا دوشة الجامعة والمحاضرات والناس اللي خارجة واللي داخلة، لا، قسم بيطل على النيل في قصر من طابقين 3. الطوابق دي فيها غرف صغيرة. انا لما دخلت الجامعه لحقت اخر يعني نفس في هذا القسم، في هذا القصر الملكي القديم اللي بيطل على النيل، ودرست فيه بعض المحاضرات قبل ان يؤخذ من قسم الجغرافيا ويعطى لاقسام اخرى. وبقينا دلوقتي في كليه الاداب في اقسام لغات وعلوم اجتماعيه بجوار بعضنا البعض. ده ليه مزايا وليه عيوب، ممكن نبقى نتكلم عليها في موضوع اخر او في حلقه اخرى. دعونا نبقى هنا في مكتبه قسم الجغرافيا، المكتبه اللي امين المكتبه محمود امين العالم. شوف المصادفات في الكلمات الجميله. محمود أمين العالم كان بيعمل وفقا لمحمد رياض مسابقات ويضع فيها لوحة الفائزين الطلاب الذين قرأوا أكثر الكتب في الشهر. فالدكتور رياض بيقول لي انه معظم الوقت كان جمال حمدان هو الفائز الاول في اكثر الطلاب الذين استعاروا كتبا من المكتبه. ما حدش يقدر يقول ده قرأ كم كتاب، لكن محمود امين العالم كان بيعمل احصاء بعدد الكتب اللي استعارها كل طالب. محمد رياض بيقول لي انه جمال حمدان كان بيستعير في اليوم 4 كتب. وكأصدقاء محمد رياض كان بيداعب جمال حمدان ويقول له لحقت تقراهم يا جمال؟ تاخد 4 كتب في يوم تقدر تقراهم؟ وطبعا واضح انه جمال حمدان من البدايه من سنوات الدراسه كان بيتبع طريقه القراءه السريعه، القراءه الماهره، القراءه اللي فيها اقتناص واختيار وتحديد ولو على الاقل معرفه المحتويات حتى يعود إليها في وقت لاحق حينما يحتاج إلى الموضوعات التي سيكتب أو يدرسها فيما بعد. بانتهاء المرحلة الجامعية جمال حمدان هيسافر لبعثة للمملكة المتحدة، وهناك هيدرس ويتعرف على أمهات الكتب والمراجع اللي كانت بتيجي مصر بشكل محدود أو بشكل متأخر. هيبقى عنده المصدر الأساسي، خاصة انه رايح يدرس في الدولة اللي كانت محتلة مصر وصاحبة اكبر تراث معرفي عن جغرافية مصر. يعني اتفقنا او اختلفنا حوالين العلاقة مع الاستعمار، الا ان جمال حمدان في مراجعه مدين للمكتبة الانجليزية التي الفت يعني الاف الكتب عن جغرافية مصر وتاريخها وادب الرحلة والاعراق والمعارف. كل ده كان متوفر في المكتبة الانجليزية. وسنوات البعثة جمال حمدان نهل فيها من كل ما استطاع منه من المراجع. كان ممكن البعثة تنتهي مع جمال حمدان زي ما بتنتهي عند عديد من الطلاب بالعودة إلى مصر، وفقا لزميل الدراسة الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم عليه رحمة الله، اللي كان زميل لجمال حمدان منذ المرحلة الثانوية ومتابع لنشاطه العلمي ومن أكثر الذين قدروه علميا وإنسانيا.
وما خدش فرصة سفر للمملكة المتحدة أو لأي دولة أوروبية أثناء الدكتوراه. لكن بيقول إنه لما رجع جمال حمدان لقاه خلافا لما يقوم به بعض المبتعثين المصريين من ادخار بعض المبالغ اللي أخدوها من سنوات الدراسة عشان شراء بعض الأجهزة أو بعض الأمور الحياتية. جمال حمدان استغل ما تبقى معه من مدخرات السنوات البعثة واشترى بيها مراجع كتيرة جدا وشحنها على مصر، وبقت هي الزاد الأول اللي وضعه في بيته الصغير أو في شقته الصغيرة اللي بعد كده هتكون صومعته اللي هيعيش فيها. عدة سنوات هيستمر جمال حمدان في التدريس في الجامعة والاحتكاك بالمجتمع المصري زيه زي أي إنسان عادي. دلوقتي هيكتب في المجلات والصحف والدوريات، وهيكتب في واحدة من أهم الدوريات اللي كان بيشرف عليها يحيى حقي، وهيبقى عنده مقال زي اي يعني استاذ راجع بالدكتوراه من بره، مقال شهري او مقال اسبوعي في بعض الاماكن. لكن الفتره دي كانت من اهم الفترات اللي شعر فيها بانه ما يكتبه مقبول للقارئ العام. يعني قبل هذه المرحلة ما كانش جمال حمدان يعني ربما لم يختبر مدى قبول مقالاته، لكن وجد ترحيب وتقدير خاصة من رؤساء تحرير المجلات والدوريات، والصداقة التي نشأت سريعا مع الأديب المصري العظيم يحيى حقي اللي كان بيجل ويقدر جمال حمدان، واكتشف بسرعة أن هذا قلم نادر وفكر مستنير ومحيط وعنده معلومات وطريقة في العرض، فكان بيلح عليه دايما بأنه يشارك بالكتابة. ولكن لما جمال حمدان توقف واختار العزلة والحياة في الصومعة في سنوات لاحقة هتنقطع مصادر المعلومات أو مصادر المراجع اللي كانت ممكن تكون متاحة لفترة من الوقت أثناء ما كان جمال حمدان يعني قريب من المجتمع المصري، وبعدها هيقفل على نفسه ويعيش بالمراجع اللي جابها من انجلترا من البعثه. طبعا مع الصحف السياره اللي كانت بتصدر في تلك الفتره، يعني كان بيجي له الاهرام والاخبار بشكل دوري، كان بيطلع عليهم يوميا. وعايزين نفتكر انه الستينات والسبعينات اللي كانت فيها الصحافه المصريه في قوتها، كان المقال اللي بيتكتب في الاهرام او الاخبار مقال له معنى، بيكتبوا مهندسين واطباء ومفكرين وادباء، وبالتالي هنلاقي في كتاب شخصيه مصر على سبيل المثال مراجع كتير جدا من الاهرام. وكان احد الزملاء المعاصرين لجمال حمدان واللي كان عنده عتاب على جمال حمدان انه يكون مؤلف كتاب مثلا في قضيه من القضايا مثلا اقتصاديه من الزاويه الجغرافيه، فيقول ان جمال حمدان ما ياخدش من المرجع بتاعه وياخد مقال من الاهرام. طب هل المقال اللي في الاهرام ده اكثر علميه من الكتاب اللي انا عامله؟ بغض النظر عن الحساسيات الشخصية، إلا أنه في الوقت ده كان ممكن الوثوق في بدرجة أو بأخرى في المقالات اللي في الجرائد والصحف، لما كانت الصحافة فيها في الوقت دوت قوة وعرض متزن أو قريب من الحراك الفكري اللي بيقدر عقل القارئ. في كل فترة السبعينات اللي هي شهدت العقد الأهم من إنتاج موسوعة شخصية مصر، جمال حمدان مش هيكون عنده مراجع إلا المراجع اللي جابها من البعثة. وده واضح جدا لما نشوف إنه المراجع اللي موجود اللي استشهد بيها في كتابه هنلاقيها سنوات ما كان في البعثة أو سابقة عليها، والسنوات الأحدث بقى يعني المراجع اللي فيها 70 أو حتى 81 بالكتير هنلاقيها يعني مقالات في الأهرام والأخبار وغيرها. دي كانت المراحل اللي جمع فيها جمال حمدان مصادره. قلنا تعليم قوي في المراحل المدرسية، أب فاضل عالم في اللغة العربية أثر فيه، المكتبة اللي كان فيها محمود أمين العالم اللي كان بيشجع الطلاب على الاطلاع والقراءة، بالإضافة طبعا لاستعداد جمال حمدان الشخصي في الاطلاع والقراءة، ثم البعثة، ثم القرار الشخصي. وهنا بتبدأ أولى إشارات أنه جمال حمدان كان عنده مشروع، وهو كان يعرف أنه سيكون لديه مشروع، لأنه اللي بيشحن كل هذه الكتب يعرف أنه سيعتكف وسيجلس في مكان وحوله هذه الكنوز التي أتى بها من الخارج. طيب دي كلها قراءات ومصادر من المراجع والكتب. أين الميدان؟ أين الزيارات الميدانية؟ وده سؤال بيطرحه بعض الناس، وأنا بنتمي للناس اللي بيطرحوا هذا السؤال عن أدلة مش عن افتراض جدلي، وهو هل الدراسة الميدانية كانت حاضرة عند جمال حمدان؟ جمال حمدان اللي قال في كتبه الميدان هو معمل الجغرافي، هل كان في ميدان، كان في زيارات ميدانية عند جمال حمدان؟
عشان نجاوب على السؤال ده عايزين نفرق ما بين عدة مستويات من المصادر المأخوذة من الميدان. أولا لدينا فارق بين الزيارة الميدانية والدراسة الميدانية. الزيارة ممكن أروح يوم أو 2 أو 3 أيام في مكان ما لأستكشف وأطلع اطلاع عام على المكان، دي زيارة. وفي دراسة ميدانية ان انا بقيم في المكان ده فترة اطول من الوقت، الحد الادنى بتاعها اسبوع، ممكن تبقى اسبوعين، وممكن تبقى موسم علمي. يعني في بعض الناس يعملوا دراسة ميدانية يقعد شهور الشتاء كلها 3 شهور مثلا، او لو هو يهمه الظاهرة في الصيف فيقعد 3 4 شهور في الصيف بيعسكر في خيمة او يقيم قريب من المكان اللي بيدرسه. دي دراسة، والدراسة دي بيكون فيها جمع بيانات، جمع عينات، مقابلات شخصية واستبيانات واحتكاك بالناس. في العلوم الطبيعية بيكون طبعا أخذ عينات والعودة بها إلى المعامل في المدينة، ثم العودة مرة أخرى للميدان للتحقق وما شابه ذلك. طيب هل كان جمال حمدان عنده دراسات ميدانية ولا عنده زيارات ميدانية؟ خلينا الأول نقول إنه لو افترضنا إنه كان عنده فقط زيارة ميدانية، ما هي هذه الزيارات؟ أولا جمال حمدان سافر إلى بعثة للمملكة المتحدة على أقل 4 سنوات. هو ما قالناش هو شاف إيه هناك، لم يذكر أي شيء عن المملكة المتحدة مما يدل أنه هو زار أو استكشف. يعني في بعض الأساتذة الجغرافيين مثلا في العلوم الطبيعية، في الجغرافيا الطبيعية مثلا عندنا بعض الأساتذة في جامعة اسكندرية زي الدكتور حسن أبو العينين، دكتور جودة حسنين جودة وغيرهم، اخذوا صور وكتبوا ان هم سافروا المنطقه الفلانيه في اسكتلندا او المنطقه الفلانيه. لو حد كان سافر المانيا فكان بيقول انا يعني بيبقى في ادله، لكن دكتور جمال حمدان ما ذكرش اي ادله على الاستكشافات الميدانيه، وهذا لا يعني ان هو لم يقم باستكشافات، لكن على الاقل مش موجود، لكن في اقامه في المملكه المتحده فتره الدراسه الجامعيه في الدكتوراه. حينما عاد جمال حمدان إلى القاهرة بعد البعثة الدراسية بشهادة زملائه، سافر معهم في بعض السنوات للتدريس في الخرطوم التي كان بها في ذلك الوقت فرع لجامعة القاهرة. إذن على الأقل في معرفة بالمشهد السوداني من خلال قيامه بالتدريس في مستهل عودته من البعثة شابا مقبلا على التدريس مع زملائه في الخرطوم. هناك صور أيضا أهدتها الأسرة الكريمة لجمال حمدان لمكتبة اسكندرية، فيها بعض الصور الفوتوغرافية اللي كان فيها مع طلابه في قسم الجغرافيا في رحلة إلى السويس أو إلى قناة السويس. دي كانت وبيبدو فيها بالبدلة والكرافتة، فمعناها أنه كان رايح برضو زيارة وليس عمل ميداني. وفي كمان مشهد مهم بس هنأتي ليه في حلقة مستقلة، انه جمال حمدان في ذروة الصومعة والاعتزال اللي الناس معتقدة، كل الناس معتقدة انه هذه الصومعة كانت ممتدة دون ان يخرج من بيته. عندنا معلومات مصدرها أحد زملائه وتلامذته في الحقيقة الدكتور فاروق كامل عز الدين، عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق. كنت أجريت معاه حوار في بيته من 2 سنين، وحصلت منه على معلومات بأنه جمال حمدان سافر عاما دراسيا كاملا خلال فترة العزلة إلى ليبيا، واستلم عمله في تلك السنة. وكان الجامعة الليبية اديته فرصة كمان انه ياخد عدد قليل جدا من الساعات التدريسية حتى يعتكف فقط لتأليف الكتب والأبحاث. فعلى الأقل برضو في رؤية للمشهد الليبي، وجمال حمدان عنده كتاب عن ليبيا زي ما هنشوف في الحلقات المقبلة. دي تقريبا المشاهد اللي ممكن أقول إن كان عنده زيارات أو اطلاع ميداني. إنما هل جمال حمدان قام بدراسات ميدانية؟ خلينا ناخد الأمثلة، الكتب اللي عملها. يعني مثلا في كتابه عن العالم الإسلامي، أو في كتابه عن إفريقيا، أو حتى في موسوعة جغرافية مصر أو شخصية مصر اللي مؤلفة من 4000 صفحة. ليس لدينا كلمة واحدة أو عبارة واحدة يستخدمها الباحثون على سبيل حينما قابلت أو سافرت أو اطلعت أو رأيت. اللي هو الباحث بيكون حريص أنه يقولها عشان يدي مصداقية أو يؤكد للمتلقين أو القراء أنه اطلع على هذه الأماكن، مما يسمى مصادر من الدرجة الأولى وليس من الدرجة الثانية. ما عندناش كمان حاجة مهمة جدا وهي الصورة الفوتوغرافية. دايما الجغرافيين في اماكن سفرهم بيستخدموا الصوره الفوتوغرافيه. ده مش بس في زمن الفيسبوك والسوشيال ميديا، لا ده من زمان جدا لازم تكون في صوره فوتوغرافيه. عملها كمان الجغرافيين الاستعماريين. احنا الكتب اللي احنا بنرجع لها عن جغرافيا مصر في عام 1920 و30 و40 كلها صور فوتوغرافيه متصوره من هؤلاء الجغرافيين الرواد، لانه الملامح الانثروبولوجيه، ملامح شكل الانسان في القبائل والصحاري او في الوادي والدلتا، وسيله من وسائل التعريف بالجغرافيا البشريه. مظاهر الجبال والوديان والهضاب وغيرها.
جمال حمدان ليس لديه صورة فوتوغرافية واحدة في 4000 صفحة هي موسوعة جغرافية مصر. هذا يدعم أو يرجح الفرضية اللي أنا بقولها، اللي هي مفيش دراسة ميدانية، وإنه ده عمل نظري بحت. وهذا العمل النظري مبني على المصادر اللي احنا قلناها من شوية، اللي هي كل المصادر والمراجع اللي استعان بيها. لكن قبل ما نخرج من هذه النتيجة بأنه الرجل كان يدرس دراسة نظرية، حابب أوجد يعني ممر تفسيري، مش هسميه ممر آمن، وإنما ممر تفسيري لماذا لم يعتمد جمال حمدان على الدراسة الميدانية. احنا عايزين نفرق في الجغرافيا إلى فرعين كبار جدا بنقسم على أساسهم التخصصات الجغرافية: الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشريه. الجغرافيا الطبيعيه، انا مثلا متخصص في الجغرافيا الطبيعيه، اخذت الماجستير والدكتوراه والابحاث الاستاذيه، والابحاث اللي بعملها دلوقتي اساسها هو الجغرافيا الطبيعيه. لازم اكون بروح الجبال والهضاب والبحيرات والوديان بنفسي، عشان شرعيه البحث اللي بقدمه عند المتلقي او عند المحكم اللي بينشر لي بحث لازم يكون 50% على الاقل هي دراسه ميدانيه. الفرع الثاني اللي هو الجغرافيا البشريه، مش مطلوب هذا النوع من الدراسه الميدانيه. جمال حمدان كان متخصصا في جغرافيا السكان، يعني الدكتوراه التي حصل عليها من انجلترا كانت عن سكان الدلتا، سكان وسط الدلتا بالتحديد. فاحنا عارفين ان السكان عبارة عن تقارير وإحصاءات وتعدادات والجلوس مع الجداول، وبالتالي إذا وسعنا الدائرة من السكان إلى الاقتصاد، كمان جمال حمدان عامل أبحاث في الزراعة المصرية، المحاصيل والإنتاج والتطور والتغير والتوزيع على مستوى المحافظات. أنت مش مطالب تروح للأقاليم عشان تشوف هنا في قطن وهنا في رز وهنا في برسيم وهنا في قمح، ده كله ممكن الجداول وبتوزعها على خريطة. فالتخصص الأصلي للدكتور جمال حمدان هو الجغرافيا البشرية، وبالتحديد السكان وما يرتبط بها من علوم أخرى مكملة. طبعا في فرع في الجغرافيا البشرية بيحتاج دراسة ميدانية زي جغرافيا العمران اللي هو الريف والمدينة، لكن برضو الدراسة الميدانية هنا اللي بيقوم بها الزملاء في جغرافيا العمران ما اقدرش اقول انها موجودة عند جمال حمدان، لانه ما فيش اي دراسة جغرافية عمرانية لدراسته للمدن المصرية مثلا من خلال نزوله الى الميدان او تجواله في المدن، لا دي برضو كانت قراءة نظرية. طيب هل جمال حمدان بهذه النقطة اللي ممكن نعتبرها نقطة سلبية وهي الدراسة النظرية، أو القصور اللي ممكن نقول إنه ما فيش يعني تحقق ميداني، هل ده انعكس على درجة أو جودة تقديمه للعمل التحليل الجغرافي؟ أنا هجاوب على السؤال بطريقة عكسية. ممكن واحد يكون بينزل الميدان كتير جدا وبيروح الجبل او الصحاري او بيروح حتى المحافظات والمدن والارياف، ولما يجي يكتب كلام غير مفهوم، او يكتب كلام ناقص، او يكتب كلام مرتبك، فالدراسة الميدانية لن تشفع له. يعني انت ممكن تتعب نفسك وظهرك وتنام مش عارف فين في الجبل وفي الخيمة، او تسافر في المستنقعات وتيجي تكتب كلام مش واضح، يعني ما عندكش قدرة على التحليل والعرض والحجاج والمناقشة واقناع القارئ والتحاور معه. رغم الغياب الكامل للدراسة الميدانية، الا انه جمال حمدان قدم تحليلا مقنعا يكاد يكون وكأنه زار هذه الأماكن من خلال الاعتماد على الخيال الجغرافي. يعني كتير من اللي بينزلوا العمل الجغرافي ينقصهم ملكة اسمها ملكة التخييل والخيال، بمعنى ان انت ممكن مش بالضرورة تسافر المكان، ممكن تفتح أطلس، وإذا ركزت في قراءة الخريطة. كمان الخريطة عندنا ليها مراحل زي الكتاب كده، الخريطة بتبدأ بمرحلة اسمها القراءة ثم التحليل والتفسير ففي الأول إذا ركزت في قراءة الخريطة ثم التفاعل معها، هتصل لمرحلة من الخيال اللي ممكن يخليك وكأنك رحت المكان. أنا هنا عايز أأكد، عشان قبل ما أطلع من هذه النقطة إلى الجزء الثاني في الحلقة، عايز أأكد على أنه الدراسة النظرية وحدها غير كافية، والدراسة الميدانية وحدها غير كافية. ممكن حد يكون ماهر جدا في الدراسة النظرية زي الدكتور جمال حمدان، وهنا دي حالة تكاد تكون استثنائية، انه رغم غياب المصادر الميدانية الا انه استطاع انه يعوضها بالتخييل او الخيال الجغرافي اللي يقدر يقيس بيه او يفهم وينقل دوت للقارئ. لكن هتبقى نقطة
وهي عدم التحقق الميداني وإطلاق الأحكام على بالتعميم. وهنا عايز أفتكر